ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو عن احسن خروجات وفسح في اسكندريه، زي ما جبنا احسن خروجات وفسح في القاهره في الفيديوهين اللي فاتوا والناس كلها كانت مبسوطه بيهم جدا. فكملنا بقى في السلسله دي وقلنا نجيب لكم احسن خروجات في اسكندريه. هنبتديها بسعر الشقه وممكن تنزل فين والشواطئ اللي ممكن تنزلها، الخروجات اللي ممكن تروحها كل يوم. لو رحت يومين 3 4 5 اسبوع هخليك تقضي احسن ايام شفتها في حياتك في اسكندريه بأقل تكلفة. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه هتكلم عليها النهارده هو سعر الشقه. سعر الشقه في اسكندريه، انت لو مش هتنزل يعني في اوتيل او في فندق، فانت في الشتاء عندك سعر الشقه بيبقى رخيص جدا، بتتراوح من 80 ل 100 جنيه 150 جنيه. دي الشقق اللي هي بتبقى جوه صف تاني او تالت او رابع على حسب طبعا توضيب الشقه. لكن لو طلعت عايز شقه على البحر في الشتاء بتاخدها في سكه 250 350 اقصاها 400 جنيه. اما بقى عن الصيف فالموضوع مختلف تماما. فانت عندك الشقق اللي هي اللي جوه صف تاني او تالت او رابع بتبتدي اسعار الشقه معاك من 350 و 400 و 500 جنيه. لكن لو انت عايز شقه من الشقق الحلوه اللي هي بتبقى على الوش وبتبقى على البحر وتشوف البحر المتوسط كله من قدامك، فالشقق دي ما بتقلش ثمنها عن 700 800 وساعات 1000 جنيه. طبعا ده حسب حاله الشقه من عفش او تكييف او مراوح او تشاشات او حاجات زي كده، طبعا بخلاف ان هي بتبقى على البحر وتبقى شايفه البحر كله، شايفه كورنيش اسكندريه كله. اما عن الشواطئ بقى ففي الحته دي هتلاقي عندك كذا شاطئ جنب بعضهم. بيبتدوا من شاطئ اسمه شاطئ البوريباج وشاطئ المندره، شاطئ العصافره. كل الشواطئ دي شواطئ حلوه، بس دي شواطئ مجانيه بيتراوح سعر الفرد فيها حاليا من 15 ل 20 جنيه. لكن في شواطئ بقى احسن من كده لو انت عايز تروح شاطئ ارقى من كده، او انتوا عيله او انتوا حاجه. لو شباب انزلوا الشواطئ دي حلوه هتتبسطوا فيها جدا مش تفرق معاكم. لكن لو انتوا شباب، لو انتوا عيله او في ولاد وبنات وحاجات زي كده وعايزين تقضوا وقت ظريف من غير اي مشاكل، يبقى عليكم على شاطئ 26 يوليو. الشاطئ دوت تبع القوات المسلحه، قمه الاحترام والادب هناك والنظام، والشاطئ ما بيخش اكتر من عدده. الدنيا هناك هتلاقوها راقيه وجميله جدا، هتقدر تستمتع وتتبسط من غير ما حد يضايقك ولا حد يقول لك حاجه ولا حد يضحك عليك في فلوس. وبالنسبه لسعر الشاطئ 26 يوليو بتاع القوات المسلحه ده حاليا دلوقتي ب 100 جنيه. يعني هو كان ب 150 الفتره اللي فاتت ايام الكورونا ما كان فيه الدنيا كلها قفلت، لكن دلوقتي بقى ب 80 و 100 جنيه تقريبا في الرينج ده. فانصحكم لو انتوا عيله هتروحوا الشاطئ ده 26 يوليو، ولو انتوا شباب عليك بقى وكل بقى المندره بوريفاج عصافره كل ده معاكم. طبعا في شواطئ تانية حلوه في اسكندريه كتير زي المعموره زي العجمي زي الهانوفيل، شواطئ تانية كتير. بس انا الشواطئ اللي انا قلتها لكم في الاول دي اللي انا بروح وبنزل عندها على طول اذا كنت شباب او عائلي. تالت حاجه معانا بقى هنبتدي بقى بالخروجات والمطاعم والحاجات الحلوه اللي احنا اصلا رايحين اسكندريه عشانها. طبعا ما ينفعش انت تكون في اسكندريه وما تاكلش اكله سمك هناك. طبعا عشان تاكل اكلة سمك بقى اذا كنت هتجيبها وتاكلها على البحر او تاكلها في مطعم، فانت عليكوا على احسن مطعم سمك في اسكندريه حاليا هو اسماك الكتعه اللي في شارع 45 بحري. اسماك الكتعة دوت انت لو رحت هناك هتلاقي احسن اكل هناك ممكن تاكله بقى، شوربة سي فود، جمبري، جميع انواع السمك، بوري، كل حاجة هتلاقيها مشوية مقلية. كل حاجة انت هتعوزها من اصناف السمك والسي فود هتلاقيها في المحل الكتعة دوت، وباسعار حلوة جدا وحاجات جامدة جدا واكلها حلو. طبعا هيبقى جو جميل قوي ان انت تجيب وتاكل على البحر، فده وقت جو جميل جدا ان انت تاكل اكله زي على البحر ساعه الغروب وكده. وفي نفس الوقت لو رحت المحل وكلت فالمحل نضيف جدا وراقي قوي هتستمتع فيه جدا جدا. الخروجه بقى اللي بعد كده معانا فهي الخروجه دي هتبقى بالليل عند الشيخ وفيق. طبعا الاسكندرانيه عارفين مين الشيخ وفيق ده كويس قوي، ولو انت برضو مش اسكندراني ما انت لازم تروح الشيخ وفيق ده. هو المكان بعيد شويه قوي عن البحر ومفيش بحر، بس هتقدر تستمتع هناك جدا في حته اسمها راس التين. المكان بقى الشيخ فيه ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيعمل احسن رز بلبن بالايس كريم بالمكسرات على حلويات بقى وبسبوسه قنبله ايس كريم بقى وحركاته. كل حاجه عايز تحب تدوقها من الحلويات يبقى عليك وعلى الشيخ وفيق. ولو ملقتش مكان ولقيته زحمه كالعاده بتاعته، خد الحاجه بتاعتك وهتلاقي كافيهات وقهاوي جنبه كتير. طبعا بيتسمح عليها بالاسر وولاد وبنات، فانت اقعد براحتك وكل براحتك وهتتبسط جدا. وما ينفعش تروح اسكندريه اذا كان 3 4 5 ايام او اسبوع وما تروحش عند الشيخ وفيه ده مرتين ثلاثه. انا باكد لكم لو رحتوا له مره هتروحوا له الثانيه والثالثه. الخروجه بقى اللي بعد كده معانا انت هتشوفها من بره وبتعدي من قدامها في اسكندريه بتحس ان هي بتاعت الناس الهاي وبتاعت الناس الغنيه ومش بتاعتنا احنا كالناس الطبقه المتوسطه. لا انا اقدر اقول لك جليم باي
كل حاجه انت عايز تشوفها في حياتك في اسكندريه هتلاقيها جوه جليم باي ده، من اول ستاربكس لغايه الفول والطعميه. انت جليم باي ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكان جميل جدا قدام البحر على طول، حواليك البحر في كل مكان بالموج بالصخور بتاعته وريحه البحر الجميله، وفي نفس الوقت مليان مجمع بقى كافيهات من ستاربكس بقى وسينابون وحاجات كتير جدا، ومنها برضه مطاعم بتقدم مشروبات حلوه وبتقدم فول وطعميه وبطاطس وبتنجان. تخيل بقى ان انت تفطر فطار زي دوت، او بيض بالبسطرمه، بيض بالموتزاريلا، وحاجات حلوه كتير قوي عندهم. تقدر تفطر فطار جميل كده على البحر، تقدر تتغدى برضه او تتعشى هناك، تشرب حاجه. اي وقت هتروح هيبقى جميل جدا. بس انصحكم لو عايزين تروحوا جليم باي دوت، روحوا الصبح بدري عشان تلاقوا مكان حلو على البحر وتلاقوا تفطر فطار حلو. لكن كل ما بتتاخر كل ما المكان بيبقى كومبليت وزحمه طول الصيف. فانا اعتقد جليم باي من الاماكن الحلوه جدا اللي لازم تروحها ما دام رحت اسكندريه. احسن قعدات هتقعدها على البحر زي ما نشوف مع بعض في الصور دلوقتي اللي شفناها واللي لسه هنشوفها. الخروجه بقى اللي جايه معانا دي برضو بقى من الخروجات اللي هي ببلاش. هتركب عربيه تروح قول له عايز اروح عند القلعه، هتنزل قلعة قايتباي، هتتبسط هناك جدا من منظر القلعة ومنظر البحر ومنظر الموج، منظر المراكب والسفن اللي رايحة جاية واللي راكنة، حاجة جميلة جدا. هتقدر تروح هناك تتبسط بالليل برضو، تقعد قاعدة حلوة، هتلاقي كراسي وترابيزات، هتلاقي هناك عزة بيعمل برضو ايس كريم جميل قوي، او رز بلبن بالايس كريم والحلويات والمكسرات والحاجات الحلوة دي كلها. تقدر تجيب الحاجة اللي انت نفسك فيها اللي عايز تاكلها دي، وتاخد كرسيين او ترابيزة حلوة او مشروبك وتقعد على البحر انت بقى واصحابك. تقدروا تتصوروا احلى صور وتلعبوا احسن العاب وتعملوا احلى حاجه ممكن تشوفوها في حياتكم واحلى ذكريات تعيشوها في حياتكم. فانت هناك في القلعه هتتبسط بقعده جميله جدا، حتى لو مش عايز تشتري حاجه ولا تاكل حاجه ولا عايز تقعد على الكراسي، في قعدات حلوه جدا زي ما احنا عارفين في كورنيش اسكندريه كله. هتقدر تقعد من غير ما تدفع ولا مليم وتستمتع بالمنظر الجميل وتاخد احلى صور واحلى ذكريات ليك انت واسرتك كلها. بس ما دام رحت القلعه بقى ما تنساش حاجه مهمه جدا وانت ماشي من القلعه، في هناك الاتوبيس المكشوف. الاتوبيس المكشوف هناك ده عباره عن دورين، وانصحك ان انت بتاخده من القلعه ليه؟ عشان هو بيحمل من القلعه، فهو بيطلع من القلعه، فانت عشان تطلع تاخد بقى الدور التاني. الدور التاني ده بيبقى مفتوح منك للسما وبيلف الكورنيش كله، بياخد الكورنيش من اول القلعه لغايه ما يخلص الكورنيش لغايه مش عارف الكيلو 21. فالاتوبيس دوت من الحاجات اللي هتستمتع بيها جدا. هتشوف الكورنيش كله وتشوف الناس وهي رايحه جايه، تشوف العيال وهي بتلعب، هتعدي على كوبري ستانلي، هتعدي على حاجات كتير قوي، كل المعالم السياحيه وكل الشواطئ الجميله والعمارات الحلوه وكورنيش اسكندريه بلفاته بكل حاجاته هتشوفها من وانت على الاتوبيس دوت. ومن كتر ما الهوا هيبقى جميل هيحصل زي ما بيحصل معايا كل مره بقول هاخد افضل صاحي والهوا بيسطلني وبنام ومباخدش بالي من كل الحاجات الحلوه دي، وبصحى وانا قربت انزل في المحطه بتاعتي. فانصحكم ما تناموش زيي وخليكم صحيين عشان تستمتعوا بالهوا والبحر وريحه الجو الجميل دوت، واوعوا تناموا زيي. الخروجه بقى اللي جايه معانا طبعا كلنا عارفينها، فهي كوبري ستانلي. كوبري ستانلي دوت من احسن الاماكن اللي ممكن تصطاد فيها او تاخد صور او تستمتع جدا وقت الغروب هناك بالليل. بيبقى الاضاءه جميله والمنظر الشمس جميل مع البحر، هتقدر تاخد صور حلوه، تشوف الناس حواليك وهي بتجري وبتلعب. تقدروا تلعبوا اي العاب حركه وجري في المكان. الرصيف كبير جدا، هتلاقوا عدد كتيره جدا للناس تقعد فيها. فكوبري ستانلي من الحاجات الحلوه جدا اللي انت ممكن تتبسط فيها. ولو معاك بقى شويه فلوس عليك وعلى مطعم اسمه مورانو ستانلي. مورانو دوت ده عباره عن مطعم شائق البحر كده في النص، فانت قاعد البحر يمينك وشمالك وقدامك ووراك في كل حته بحر. البحر حواليك، المنظر حلو، الموج وكل حاجه. عنده مشاريب حلوه وعنده اكل حلو وعنده حلويات وعنده كل حاجه. فهو مطعم جميل من المطاعم اللي انت هتخش وتقعد فيها ومش هتنساها ابدا وهتاخد احسن صور فيها. طبعا احنا قلنا شويه مطاعم وقلنا خروجات وقعدات وحاجات حلوه كتير معظمها خروجات بالليل. طب انا الصبح اعمل ايه؟ عايز تخرج الصبح وعايز تغير وتعيش تجربه فريده من نوعها وتجربه جميله، يبقى عليكوا على الانفوشي وتاخد رحله يخت في الانفوشي. هناك هتلاقوا مجمع كبير قوي ليختات كتير على حسب العدد وعلى حسب المساحة وعلى حسب كل حاجة وعلى حسب امكانياتك. هتقدر تاخد انت واللي معاك يخت على قدكوا، تقدر بقى تطلع فيه بيه رحلة ساعة ساعتين 5 6، تقعد طول النهار فيه، اعمل فيه اللي انت عايزه. عايز تشوي، عايز تاخد اكلك معاك، عايز تصطاد، عايز تنزل توقف اليخت وتنزل المية، هتعمل كل ما بدالك كل اللي نفسك فيه. لازم مزتكم معاكم وحاجاتكم معاكم، اعملوا كل اللي نفسكم فيها. هتقضوا احسن نهار ويوم كامل على اليخت دوت في خروجه من الخروجات اللي هي هتبقى الصبح. لو انت من هواة، انا عن نفسي من هواة اللي يحب يخرجوا الصبح في الشمس وفي النهار، ما بحبش خروجات بالليل، ما بحبش الضلمه.
بحب النهار والنور عشان هشوف الزرع واشوف الورد واشوف البحر ولون البحر ولون السماء والحاجات الجميله دي. فاليخت دوت من الخروجات اللي بتتخرج الصبح وهتبقى حاجه جميله جدا. برضو لو عايز خروجه من الخروجات بتاعت الصبح، عليكوا على المنتزه. المنتزه ده من الاماكن الشهيره جدا في اسكندريه وعريقه جدا، كان اتقفل فتره ورجع وضبوه واتفتح تاني من جديد، ورسم دخوله حاجات رمزيه جدا. فانت هتقدر تخش هناك هتشوف احسن زرع، والبحر طبعا مع الورود، طبعا بحر مع الزرع مع الاماكن مفتوحه، اكتر من 380 فدان على مساحه خضره، مساحه خضره اكتر من 380 فدان يا جماعه. يعني مش متخيل ان انت تخش جوه تركب عجل، تتمشى، تجري، تلعب كوره، تتصور، تعمل كل اللي نفسك فيها. هتقدر تقضي وقت جميل قوي في النهار. برضو من ضمن الحاجات اللي انت برضو ممكن تروحها الصبح في النهار، فانت عليكوا على مكتبة اسكندرية. ما ينفعش تروح اسكندرية من غير ما تروح مكتبة اسكندرية. مكتبة اسكندرية من الحاجات التاريخية جدا اللي موجودة في اسكندرية، ومن جوه معمولة بنظام عالمي، كأنك هتحس ان انت دخلت مكتبة من اللي بنشوفها يعني في الافلام الاجنبية كده. فانت برضو دي من الاماكن الحلوة اللي ممكن تخرجها. وطبعا بقى نرجع برضو تاني للمطاعم والاكل. ما ينفعش نكون في اسكندريه وما اروحش اكل عند كبده الفلاح. كبده الفلاح اللي في محطه الرمل، هتقدر تروح هناك، هو برضو بعيد عن البحر بس هو المكان روحه حلوه جدا وهيحسسك باسكندريه واجواء اسكندريه. هتقدر تروح وتشوف الناس وتشوف العمارات والبيوت بالوانها. هتقدر تقعد طبعا لو لقيت مكان، يبقى انت محظوظ يعني لو قعدت لقيت مكان. هتلاقي مكان بيقدموا سندوتشات الكبده. طبعا ما ينفعش تطلب هناك سندوتشين ثلاثه والحاجات دي، هو السندوتش هناك بيبقى صغير جدا ومليان كبده وبيبقى لذيذ مع الفلفل والليمون والطحينه والسلطات بتاعته ده. فانت مش هتقدر تاكل اتنين تلاته، انت ممكن تاكل لك 10 15 او 20 سندوتش، او حسب انتوا قاعدين بقى. ممكن تطلبوا بقى لو انتوا اكتر من اتنين تطلبوا لكم 50 سندوتش وتقعدوا تاكلوا احسن اكل ممكن تاكلوه، احسن كبده عمركم ما هتنسوها في حياتكم، وتقولوا كبده الفلاح احسن كبده. طبعا ما ننساش حاجه مهمه جدا في اسكندريه، ان شواطئ اسكندريه كلها جميله. فانت ممكن لو انت مش هتعرف تروح ده كله، لو مش عايز تعمل ده كله، ابسط حاجه انت ممكن تعملها في اسكندريه انك تنزل وتقعد على البحر. منظر البحر بصوت البحر بريحه البحر، دي حاجه جميله جدا هتستمتع بيها. شوف انت الشقه اللي هتاخدها او الفندق او المكان اللي انت هتنزل فيه، كون ان انت تنزل تتمشى على البحر دي حاجه جميله. تنزل تجري الصبح حاجه جميله، معاك كتابك تنزل تقراه. كل واحد على حسب هوايته وعلى حسب بيحب يعمله، اذا كنت جري او مشي او قرايه او سماع اغاني موسيقى اي حاجه وانت قاعد على البحر، هتقدر تستمتع وتتبسط جدا. فاسكندريه من الخروجات الجميله جدا، اتمنى كله يزورها. ولو انت رايح اسكندريه في اقرب وقت، احتفظ بالفيديو ده واعمل له سيف عندك عشان خاطر هينفعك كويس جدا جدا جدا. بكده انا خلصت، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عايزين فيديوهات تاني من دي سيبولي كومنتات تحت برايكم في الفيديو ان انتوا هتشوفوا عايزين ايه، وانا هقدر اعمل لكم اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. وما تنسوش لاول مره تشوفونا تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. وشكرا، سلام.